يا رب لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم يا أكرم الأكرمين ويا غوث المستغيثين، يا من إذا دعي أعطى وإذا سئل أجاب، نسألك اللهم أن ترحم أموات المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالثلج والماء والبرد. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب. اللهم أعنا على ما أعنتهم عليه. اللهم ارحمنا إذا وارانا التراب وفارقنا الأهل والأصحاب. اللهم ارحمنا إذا وارانا التراب وفارقنا الأهل والأصحاب. لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق الأراضين السبع ودرج، والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج. يا فرجنا إذا غلقت الأبواب ونودي للحساب وتقطعت بنا الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم اجعل القبور بعد فراق الدنيا خير منزلا. اللهم ارحمنا إذا درس قبرنا وانقطع عملنا ونسي اسمنا ولم يذكرنا ذاكر ولم يزرنا زائر. اللهم احفظنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض واسترنا يوم العرض. اللهم إنا نعوذ بك من الموت وسكرته والقبر وضمته والصراط وزلته ويوم القيامة وحسرته. اللهم اجعلنا ممن يبشر عند الموت بروح وريحان ورب راض غير غضبان. اللهم اجعلنا ممن يبشر عند الموت بروح وريحان ورب راض غير غضبان. اللهم سكن رعبنا إذا اشتدت الأحزان